برنامج المثلث، البرنامج الذي يبث الثلاثاء من كل أسبوع. تبدأ الخدمة العربية ببث برنامج أسبوعي باسم المثلث القاري الأفريقي الأوروبي والعالم العربي. المشاهدون الأكارم، السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في قناة القرن الأفريقي. أحييكم كالعادة هذه المرة من العاصمة الألمانية برلين. موضوعنا اليوم سيكون حول المعارضة الإريترية والنظام. في الأسابيع القليلة الماضية قدمت عدة حلقات تناولت فيها قرار الولايات المتحدة الأمريكية بمنع 12 من مواطني دول مختلفة ومن بينها إريتريا. الموضوع الثاني كان عن زيارة أفورقي للمملكة العربية السعودية. الموضوع الثالث كان حول مؤتمر المعارضة الإريترية في السويد الذي بدأ في تاريخ 12 ديسمبر وحتى تاريخ 16 كما تابع. لا شك أنه كثير من الإريتريين كان لهم وجهات نظر مخالفة لما قدمته في البرامج وأيضا لما كتبته من مقالات في الفترة الأخيرة. القضية ليست أن ترضي المعارضة أو يعني تعارض الحكومة، إنما طبعا مهمة الصحفي هو يرصد الأحداث ويقدمها كما هي. قد تكون لي وجهة نظر خاصة أشير دائما بوجهة نظري، ولكن هنالك من يختار جمل مما أقدمه في البرامج للاصطياد في الماء العكر طبعا ويفسر كما يريد. فهنالك من اتهمني بأنني الآن أتهجم على المعارضة لأسباب هو يعرفها أنا لا أعرف. أنا لم أتهجم، أنا حللت الوضع، الأوضاع التي تعيشها المعارضة منذ 34 عاما. وعندما قارنت بالمعارضة بالنظام وقلت بأن هي الوجه الآخر للنظام، لم أقصد الإساءة على أحد ولا التقليل من نضالات الإريتريين، إنما قصدت بذلك بأن طبعا شعاراتهم هي واحدة. يعني الكل طبعا يقدم شعارات بيزنطية في المهرجانات وفي المؤتمرات وفي الندوات، ولكن على أرض الواقع كل هذه الشعارات لم ترى النور ولم يستفيد منها أيضا الشعب الإريتري. إذن كل من يغني بالإله. نحن طبعا المعارضة تقمع الشعب، عفوا النظام يقمع الشعب، والمعارضة طبعا تتحدث أيضا عن المخالفات وعن الذين يسجنون في إريتريا ظلما وعدوانا، إلا أنها لم تحدد هدف معارضتها لهذا النظام. هذا ما تحدثت عنه طبعا. فهم طبعا نحن الآن يعني أشرت على مؤتمرات عقدت على مدار 18 سنة الماضية، ابتداء من من 2005 في أديس أبابا، وبعدها في أيضا في عام 2011 في إثيوبيا. إذا كل هذه المؤتمرات، وبعدها أيضا في كينيا وحول أرجاء العالم، في أوروبا، في أمريكا، في ألمانيا، في باريس. كل هذه الدول يعني شهدت مؤتمرات وندوات ومهرجانات أيضا للنظام والمعارضة. إنما ماذا جنى الشعب الإريتري من كل هذه المهرجانات ومن كل هذه المؤتمرات؟ إنه هو لا زال يغمع ولا زال يعاني من الاستعمار، من الاستبداد، نظام دكتاتوري يعني قابل على كل يعني فاصل الحياة في إريتريا. إذا أنا اليوم سأختصر يعني حديثي حول اللعبة السياسية التي تدور في إريتريا وحول المتاجرة بالشعارات. وأقول طبعا هنا يعني يعني مرحلة الفترة اللي كان الأنظمة أو الحركات السياسية تتاجر بها بالشعارات انتهت. العالم تغير الآن. أمريكا وأوروبا وغيرها من الدول في الشرق الأوسط، كل هذه الدول تبحث عن مصالحها. لا أحد يفكر الآن في الحرب، حتى لو يعني الآن الحرب الموجودة بين روسيا وأوكرانيا
أغلقت وكلفت الدول الأوروبية وأمريكا بلايين من الدولارات، فلذلك يريدون أن ينهوا هذه الحرب. لا يريدون فتح حروب جديدة، إنما يعني كل دول العالم تسعى لإنهاء الحروب والتوجه إلى البناء، إلى مرحلة البناء والإصلاح. طبعا الآن كثير من الأمريكيين يتساءلون لماذا أقدم كل هذه الرسائل؟ هل أقصد بذلك أن أتعدى على أحد أو أن أتهجم على أحد؟ بالعكس، يعني أنا تحدثت على أساس أن هنالك أيضا يعني اجتهادات كثيرة حصلت في إريتريا ولم ترى النور إلى يومنا هذا. لكن الشيء المستغرب الذي أستغربه دائما على معارضة الخارج، تتحدث عن برامج، والآن 4 أيام قضوها طبعا في إعداد الدستور، في إعداد كيف يعني يستطيعوا أن يوحدوا صفوفهم. هذا الحديث طبعا تكرر منذ 30 عاما وهم يتحدثون على التوحيد، توحيد المعارضة الإرنسية وتنظيماتها وأحزابها والحركات وحركات ومنظمات المجتمع المدني. لكن كل ما اجتمعوا، كل ما يعني تعمق الخلاف. والمشكلة أن الطموح، يعني كل تنظيم يرى أنه هو الأحسن والأفضل والأقدر في قيادة المعارضة أو كأشخاص القيادات التاريخية بالذات. وما شاهدته الآن في الصور، أنا لم أحضر ولم أتابع طبعا ما دار من نقاشات في هذه المؤتمر، وآخر المؤتمرات كان الآن في السويد بتاريخ 12 ديسمبر الجاري، وحتى تاريخ 16 كما أعلن 4 أيام كان محدد. لم أرى يعني الكثير ولم أسمع الكثير، إنما شاهدت الصور المنشورة. يعني هذه الصور ذكرتني بسبعينيات القرن الماضي، الوجوه لم تتغير. من كان منهم شبابا بسبعينيات القرن حول يعني الآن ترى في المشهد أن هنالك يعني أقل الشاب فيهم كان 60 سنة أو 70 سنة. وهذا أيضا في النظام، إن المشكلة الآن ليست في النظام ولا في المعارضة، إنما كلاهما يرفض التغيير. لم أرى شباب الآن يتصدرون المنبر، ولم أرى أن الشباب يحاضرون في هذه المؤتمرات، إنما طبعا كلهم يعني تقدم بهم العمر، يعني في السن 70 في السن 80. هذا طبعا ممكن يستفاد من خبرته من تجاربه، إنما لا يمكن أن يقود الشباب بهذا العمر. لذلك يعني أنا لا أريد أن أتشائم وأقول أن المعارضة فشلت، إنما أرى أنهم رافضين التغيير الحقيقي. أنه الآن هم يتحدثون عن حراك الشباب، يتحدثون بإعجاب وبتقدير، ليس لأنهم يعني يريدون الشباب أن يستمروا، يريدون أن ينضموا إليهم أو يكونوا تحت قيادتهم. هذا هو طبعا يعني البرنامج. ولهذا يعني المعارضة لم تتقدم، لم تنجد شيئا يذكر، لأنها لا تقبل الوحدة. كل هذه التنظيمات، كل من يريد أن ينفرد بتنظيمه، لأنه مريح. أنت طبعا عندما تكون ضمن مجموعة متجانسة اصدقاء أو من اتجاه واحد، من إقليم واحد، من قبيلة واحدة، هم طبعا يعني يتفاهمون في أمورهم الخاصة، إنما طبعا يدعون الشعار كبير جدا، ويصفوا كل أعمالهم بأنه عمل وطني ويمثل الشعب الإريتري. كما يفعل النظام، هو يمثل اسمية محددة ومجموعة طبعا متجانسة أسست يعني حزب سري في سبعينيات القرن الماضي، وأصدرت وثيقة واضحة يعني تحدثت عن أنه مجموعة معينة جدا أو اسمية معينة جدا من الناطقين باللغة التقريبية قالوا أنهم يريدوا أن يؤسسوا تنظيم خاص بهم، وهذا التنظيم الآن هو الذي مستولي على الحكم. فأنا لا أمانع، يعني أنا ليس ضد هؤلاء الذين نجحوا، لأنهم اتبعوا هذا الطريق ولم ينحازوا. كل تنظيماتهم في الخارج والتمويل اللي كان يأتي من التابعين لهذا التنظيم استمروا يعني في خطهم، لأنهم يريدوا أن بناء دولة أسمية. وأخيرا طبعا ظهرت الحقيقة بأنه رفعهم شعار صندوق أي الوحدة مع إقليم تجراي، وقالوا نريد أن نأسس دولة للناطقين باللغة التجريبية، ودعوا يعني بهذه الوجهة. وهذا ما أدخل دولة إريتريا في مشاكل الآن. والمعارضة أيضا لم تتعامل مع هذا بجدية. طبعا تراهم أحيانا يذهبوا لإثيوبيا يريدوا أن يتحالفوا كما فعلوا في أواسة وفي أديس أبابا وفي تجراي. كل المؤتمرات اللي كانت تعقد
إنما طبعا زمرة الويانة لا يمكن أن تتحالف مع المعارضة في سبيل يعني آه، في سبيل إسقاط نظام حليف، يعني حليف استراتيجي، حتى لو اختلفوا وأساءوا على بعضهم البعض في السياسة، إنما طبعا يعرفوا أن مصيرهم واحد. يريدون طبعا، هم حكموا إثيوبيا أيضا، هذه الأسمية الناطقة باللغة التبرينية حكمت إثيوبيا لمدة 30 عاما. وفي الفترة يعني صار يعني التحالف الاستراتيجي بين إريتريا وإثيوبيا كان واضح. إريتريا انتعشت في تلك الفترة، في الفترة البسيطة جدا، حتى أتت المشكلة بينهم في حرب الحدود، أو في من أجل الخلاف على بادمة. فلذلك انفض هذا التحالف. والآن هو طبعا انتقم منهم، يعني طبعا الضرار لحقت في إريتريا في الحرب بين الفترة عام 2000 و 1998 إلى 2000، كانت أضرار كبيرة جدا. تم تشريد الشعب الإريتري وقتل و... و... والبنية التحتية تحطمت، هي أساسا لم تكن موجودة، إنما ما كان موجود أيضا تحطم. فلذلك إعادة البناء أصبحت من المستحيل. بعدها مباشرة طبعا الأمم المتحدة يعني عاقبت إريتريا أيضا بسبب يعني ارتكابها لمشاكل أو جرائم أو تسببت في حروب في منطقة القرن، ودعتها تحت البند السابع اللي هو الحظر. في إريتريا أصبحت منبوذة، تعاملاتها مع العالم أصبح شبه يعني منتهي. لا تستطيع أن تتعامل مع البنوك، لا تستطيع أن تحول مبالغ، تحول المواطنين الإريتريين أو السفارات لا تستطيع تحويل المبالغ التي تجيها من الخارج من الجاليات الإريترية، تحويلها بطرق رسمية. إنما كل أصبح يعني تحول العمل. الدولة العميقة في إريتريا بدأت تتعامل بأسلوب آخر، أسلوب السري، تحويلات سرية، تجارة سرية. التعاقد اللي يتم مع شركات أو مؤسسات عالمية، اللي هو طبعا في التنقيب عن الذهب، لا يعرف أحد دخل الدولة ومصروفاتها، لأن كلها أصبحت يعني متمركزة في يد شخص واحد اللي هو الرئيس أفورقي، وله معاونين طبعا هم أساسا لا يطلعوا من نفس الخط، فيتبعون تعليماته كما هو يريد يوزع الأموال الفائد. العملة الصعبة التي تأتي من الخارج لا تأتي أساسا، إنما يتم توزيعها من الخارج للجهات المعنية أو لشراء الأسلحة وكل ذلك. إذا هذه النقطة يعني الآن يعني أرجو أن تكون واضحة. أنا لا أهاجم المعارضة، إنما أقول السبب وإنها يعني فشلت في توحيد صفوفها، وهذا هو يعني بيت القصيد. لو توحدت هذه المعارضة ورفعت شعار واحد وحددت مع يعني استراتيجيتها ماذا تريد، ما يعني ما هو يعني عندما أنت تطالب كما شاهدنا الآن في السودان، كان رفع شعار يسقط بس. بعد ما سقط أتت الكوارث، لأنه لم يعد برنامج بعد السقوط ماذا سيكون. الدولة ستكون منفلتة جدا، لأن هنالك أيضا جنرالات سيفقدوا مسالكهم وسيفقد يعني سلطاتهم، والأجهزة الأمنية كلها اللي كانت يعني تحمي عمر البشير تحولت الآن أن تحمي الانقلابيين. وبعد ذلك شافوا طبعا من تقاسم الكعك، لا يمكن أن يتقاسم الخيرات. إذا عنده طبعا 3 فيلا وأراضي استولى عليها بطريقة غير شرعية، لا يمكن أن يتقاسم مع الآخرين باسم الديمقراطية، ولا يمكن أن يتقاسم السلطة أيضا مع الآخرين، لأنه طبعا حتحد من نشاطه، لأن الشركات والدخل القومي كله أصبح تحت سيطرته ويوزعون كما يريد. وهذا الذي حيحصل في إريتريا طبعا إذا لم تعد. أنا قلت أنه الإشكالية الكبيرة أنه النظام الحاكم في إريتريا أو النخبة الحاكمة في إريتريا تحكم إريتريا بلا شرعية دستورية، والمعارضة أيضا يعني تعمل بلا شرعية جماهيرية. لأن أنا أرى أحس لا أبالغ إن قلت يعني عدد الذين يعني يتبعون هذه التنظيمات لا يشكلون 1% من المجتمع الإيراني، لأن كل التنظيمات يعني أكبر تنظيم عضويته لا تتجاوز 20 أو 30 شخص. كل طبعا يتظاهرون يتحدثون باسم الجماهير. الجماهير المجزأة لا يمكن أن تتحدث باسمها. هذا ليس الجماهير الذي يعني تسير وراء هذه المعارضة. هذه هي طبعا مجموعات مجاميع
مجاميع طبعا حسب التوجه الفكري، التوجه الاسمي، التوجه القبائلي، التوجه الاقليمي، كل هؤلاء طبعا كل من يعني يصطف مع مجموعته. هذه المجاميع الان عندما تتحدث، عندما تلتقي لتعقد مؤتمرات، لا تتحدث عن ما يحدث من كوارث في اريتريا وكيف نحل هذه المشاكل وكيف ناتي بالبديل الديمقراطي. يتحدثون عن كيف يتقاسمون السلطه. إذا اتحدت المعارضة من الذي سيقودها؟ حتى يعني تنظيمات نجحت أيضا، 3 تنظيم الآن اتحد، يعني استمر 4 أو 3 سنوات وهم يبحثون في تقسيم السلطة. كم حصة الجبهة، كم حصة التنظيم الإسلامي، كم حصة المجموعة اللي اشتركت معهم العلمانيين طبعا، ووفقوا فيما بينهم، يعني بين الرئيس ونائب الرئيس وما إلى ذلك خلص، ويراقبون بعضهم البعض حتى بعد إعلان الوحدة بينهم. سيظلون طبعا هم منقلقين على مجموعاتهم، لأن القائد يستمد سلطاته من المجموعة اللي تتبع له وليس من التنظيم. فلذلك ما أساء يعني بعد الأخوة الآن يهاجمون ويقولوا بأننا نريد أن ننتقم ونريد أن تفشل المعارضة. أنا لا دخل لي في أنه أنا لم أكن عضو في هذه المعارضة ولم أكن مناصرا للنظام. أوضحت أكثر من مرة رأيي، وعلى كده طبعا أنا أتمنى لهؤلاء الأخوة أن يعني يقرأوا يعني الموضوع كامل، وليس يعني يختزلوا منه كلمة وكلمتين حتى يتشفوا ويستعرضوا عدلاتهم ويهاجمون الآخرين بطريقة عشوائية. النقطة الثانية الذي تحدثت وكتبت عنها في الفترة الأخيرة، أن طبعا قرار أمريكا، ترامب أصدر يعني وضع 12 دولة أو مواطني 12 دولة، آه، وضعهم في القائمة السوداء كي لا يدخلوا الأراضي الأمريكية. إذن أنا لم أختار الأسماء التي صدرت في هذا الجانب، فيها أفغانستان، فيها الصومال. من بين هذه الدول المذكورة طبعا فيها إريتريا. هنا لماذا لا يسأل ترامب أو أمريكا هي التي أصدرت القرار وليس الصحفي الذي يعني يتحدث عن هذا الموضوع؟ كثير من وسائل الإعلام والسي إن إن والجزيرة والعربية كلهم نشروا هذا الخبر، لأنه خبر. عندما تأتي اسم إريتريا، وهي في مقدمة الدول الممنوع، لأن هي أساسا موضوع عليها حظر من عام 2009، وهذا الحظر طبعا مهما تحدثوا وحاولوا أن ينمقوا الكلام وكل شيء لم يرفع هذا الحظر. هي يعني في كل الدول، يعني إريتريا يعني الآن موضوعة من قبل منظمات الأمم المتحدة في القائمة السوداء. وآخر يعني الأخبار المنشورة الآن، الأمم المتحدة تدعو لإطلاق سراح 12,000 سجين في سجون نظام الإريتري. هذا طبعا يوم تاريخ 16 قبل يومين صدر هذا الخبر. إذا يعني أنا لا أختلق هذه المعلومات، هذه الأخبار منشورة جدا، وإريتريا لا تستطيع أن تتحدى أو أن تنفي هذا الخبر لأنه هو موجود أساسا. هنالك في 12,000 يعني في سجون تحت الأرض في إريتريا، صحفيين وسياسيين ومسؤولين سابقين في الدولة، كلها لأنهم طالبوا بالدستور، وطالبوا بإعادة البرلمان، وطالبوا بدولة المؤسسات. لا، ما عندهم جريمة أخرى. كل هذا طبعا أدى إلى سجنهم. فأنا أرجو من الأخوة الذين طالبون أساسا يعني أو اتهموا قناة القرن الأفريقي بأننا أخفينا اسم إثيوبيا. إثيوبيا لم تدعد من القائمة، وإذا هنالك ما يثبت بأن إثيوبيا أيضا ودعتها أمريكا في قائمة المحظورين من السفر إلى إثيوبيا فليبرز ذلك، بدلا أن يكتب كلمتين 3 يقول نحن الآن نحاول أن نعتدي على إريتريا ونحاول أن نقلل من قيمة إريتريا. إريتريا موضوعة في القائمة السوداء. هذا إن أردنا إن لم نرد. وهي أيضا مدانة من كل منظمات المؤتمر، منظمات حقوق الإنسان في العالم، واتحاد الصحفيين العالمي طبعا، الصحفيين بلا حدود، أدان عشرات المرات إريتريا لأن هذه دولة منبوذة. هذا النقطة الثانية. النقطة الثالثة والتي أثارت ضجة كبيرة جدا هي قضية ما كتبته قبل أسبوع تقريبا
عن زيارة أفورقي للمملكة العربية السعودية. كان بكل بساطة طبعا هو يعتقد بأنه زيارته هذا ستحقق له نجاحات كبيرة جدا، وستدفع يعني المملكة العربية السعودية ستقف مع إريتريا ضد إثيوبيا. هذا كان الهدف الرئيسي يعني من كل هذا. لكن طبعا أنا نشرت مقابل يعني ما قاله الأخبار اللي نشرت يعني في وسائل الإعلام المصرية وغيرها، واستبشروا بأن إريتريا ستكون شريك التحالف المصري السعودي الإريتري، وإريتريا ستكون عضو ضمن هذا التحالف لمنع إثيوبيا من التوصل إلى البحر الأحمر. يعني هذا طبعا الكلمات السعودية استقبلت أفورقي، وكان لقاء عابر جدا بينه وبين ولي العهد، وهذه للمرة 19 زار إريتريا، ويتكرر يعني سنحس يعني هذه الصيغة مكتوبة جدا في الدول العربية، أنه ناقشوا في تبادل المصالح وتقوية العلاقات الثنائية. كل ذلك طبعا يعني يتكرر مع كل لقاء، ولم يجي هذا اللقاء لم يتطرق أساسا إلى إثيوبيا. ما غاز هؤلاء الذين الآن يريدون أن يخفوا الحقائق ويتهموننا بالعمالة وبالتحيز لإثيوبيا. ويعني الصدفة قبل زيارة أفورقي للمملكة العربية السعودية، قبلها بثلاثة أسابيع كان هنالك منتدى اقتصادي إثيوبي سعودي. وما يريحك طبعا بالنسبة ما يحدث في هذه الدول مباشرة على الهواء مباشرة، يعني تسمع الأخبار وهم يتفاوضون وهم يوقعون، وتسمع أيضا بالتفاصيل في ماذا اتفق. هذا التقرير أنا قرأته ونشرته أيضا واستعنت به طبعا في وسائل الإعلام السعودية والعربية، بأن الوفد اللقاء الأخير المنتدى السعودي الإثيوبي هو قديم جدا، ولكن الآن تطور، بحيث الاتفاقية الأخيرة يعني كانت بمليارين و200 مليون مثلا، شاركوا فيها 20 شركة. هنالك طبعا يعني السعودية لها مصالح، والمستثمرين السعوديين لهم مزارع، هم يعني أكبر دولة تشتري البون الإثيوبي هي السعودية. المواشي الأيدي العاملة أيضا كلها تأتي من إثيوبيا، لأن هنا عدد السكان 120، وأسواق إثيوبيا عشرات الأضعاف عن أسواق إريتريا، طبعا 120 مليون يعني. فالسعودية تبحث عن مصالح. الآن تحققت هذه المصلحة في إثيوبيا، فلذلك لا يمكن أن تضحي في سبيل إرداء أفورقي أو مجاملته بمصالحها في إثيوبيا. هو كذلك أيضا الإمارات والكويت وقطر كلهم لهم مصالح في هذا البلد، واستثماراتهم بمليارات الدولارات، لأن هنالك بلد يعني يستقبل الاستثمارات وله قوانين ويتعامل بوضوح مع هذه الدول. إنما طبعا يعني أفورقي يريد أن يتعامل معه بالسر. المملكة العربية دولة الآن يعني استثماراتها في العالم دولة معروفة، يعني ولها بالتريليونات من الاستثمارات الخارجية. هي الأمير لا يتخذ القرارات، هو طبعا له خبراء يستعين بهم طبعا. هنالك دراسات يعني دراسات جدوى تجرى قبل البدء في التنفيذ. هذا الوفود الذي تأتي لتوقيع الاتفاقيات خلاص انتهت، يعني بعد انتهاء من كل التحضير لكل هذه. السفارة يعني تساهم السفارة الإثيوبية في الرياض، والسفارة السعودية في أديس أبابا يساهموا طبعا في التحضير في هذا، قد تستمر من 3 إلى 6 أشهر. إنما أفورقي يعني يأخذ رفيق وشخص واحد، وزير الخارجية وأي شخص مساعد له، والذي يفاوض لوحده، لا يصطحب معه وفود كما نشاهد أبي أحمد عندما ذهب إلى الهند وإلى آسيا إلى روسيا، معه فريق عمل من الخبراء والوزراء المتخصصين. هو طبعا يعني كرئيس وزراء يشرف على المفاوضات، لكنه لا يشرح، لأن هذه مجالات مختلفة وتحتاج إلى متخصصين. أفورقي هو المتخصص في كل شيء ولم ينتج أي شيء. لذلك طبعا أنا عندما تحدثت عن الاستثمار الإثيوبي، طبعا القضية الآن
في ختام هذه الحلقة، يعني هو أراد عندما ذهب إلى روسيا ما كان يتحدث باسم إريتريا أو الاستثمار فيه، كان يتحدث كغاية في منطقة القرن الأخير. هو الذي يعني له الباع الطويل في استتباب الأمن في المنطقة، وهو الذي يدير هذه المنطقة، وهو الذي له فكر لتطوير هذه المنطقة. كان يتفاوض باسم القرن، الناس تستمع إليه طبعا. عندما ذهب في السعودية لم تحدث باسم القارة الأفريقية وأيضا باسم القرن الأفريقي، يقول نحن بوابة البحر الأحمر، وعلى السعودية أن تأخذ مكانها الطبيعي لقيادة البحر الأحمر والاستثمار. وقال طبعا ستكون هي الوحيدة القادرة في إنهاء كل الخلافات والحروب الموجودة في المنطقة، مقابل أن تحل مشاكلنا اللي تأتي. وطلب أيضا من السعوديين لعقد مؤتمر من فوض سياسة فورقة حتى يتحدث باسم الأفارقة ولا باسم القرن الأخير. من الذي يعني هو ليس منتخب من الشعب الذي، فكيف يتحدث باسم شعوب القرن الأخير؟ هذا هو طبعا الخلل في هذه العجالة الآن. طبعا هو يعني كما يقول المثل حفر قبره بيده، وأراد أن يعطي الزخم الأكبر والقيادة في منطقة القرن الأفريقي للمملكة العربية السعودية. بمجرد هذا التسريح طبعا هناك يعني مصر طبعا هي المرشحة، وهي الذي دائما في الصدارة يعني أساسا من القدم، أكبر قوة يعني هاربة جدا في منطقة الشرق الأوسط وفي أفريقيا أيضا هي مصر. فهنا أساء من حيث لا يدري، كما يقول أراد تكحيلها وعماها. فقد بذلك يعني مثلا لأنه تعاهد يعني اجتمع مع السيسي في اجتماعه الأخير، وتحدث معه في تحالف استراتيجي بين إريتريا والصومال و... و... وإريتريا والسودان. الآن طبعا هو عندما طالب السعوديين يعني نكس، يعني هو قال شيء ونفس الكلام كرره للأمير محمد ولي العهد في المملكة العربية السعودية. واعتقد بأنه بحديثه هذا هو طبعا سيخلق يعني مشكلة بين الأمارات والمملكة العربية السعودية. ولا يدري أنه الأمارات السعودية ما جزء لا يتجزأ، تجمعهم يعني الأخوة، وتجمعهم صلة القرابة، وتجمعهم الاستثمارات يعني المشتركة. شركات سعودية موجودة في الأمارات وشركات الأمارات موجودة في السعودية، دول بيتعاملون مع بعضهم بمليارات، وبعدين هم أسرة واحدة. لا يمكن لإرضاء أفورقا الآن ينفذ هذا الحلف في سبيل يعني يخلق فتنة بينهم يعني ويكونوا متنافسين. لا يتنافسوا. لا، مسألة الأمارات موجودة منذ القدم ولها استثمارات ضخمة في إثيوبيا، والسعودية موجودة من القدم منذ القدم، ويعرف كل واحد منهم ماذا يريد. هم يعني من أجل حماية مصالحهم يعني موجودين مع بعض ويتعايشين، وبالعكس يعني سفاراتهم دائما تعمل جنبا إلى جنب وتنسق مع بعض عن بعض، ولا خلاف بينهم. هذه الناحية الثالثة الآن هو خلق فتنة أيضا، وما شاهدته في الأسبوع الماضي ونشرته أيضا في صفحتي. يعني دكتور خبير جدا يعني عالم في اللغة العربية ألقى محاضرة في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة. وهذا طبعا يعني رد فعل مصر. الآن الجامعة تسعى لإصلاح الخلاف بين إثيوبيا ومصر، ولا محالة أن هذه طبعا الحركة اللي قام بها أفورقي على أساس هو يرشح السعودية لتكون يعني قائدة منطقة القرن الأفريقي، وتكون يعني هي الوحيدة المستثمرة بلا منافس في هذه المنطقة. هذا أغضب عدد كثير من الدول طبعا، حتى يعني قطر له وجهة نظر، والكويت، كلهم يعملون في هذه في القرن الأفريقي. موجودين في الصومال، موجودين يعني في كينيا، في جيبوتي، موجودين في إريتريا، عفوا في إثيوبيا، موجودين أيضا في كينيا. في كل هذه الدول يعملون. هذا الرجل الآن ماذا يريد؟ يريد تفكيك هذه العلاقة من أجل هو يعني عشان يكون الزعيم الأوحد في منطقة القرن. هذا لم يتحقق. أنا أفتكر بهذا القدر سأكتفي اليوم،
لأن طبعا 2025 العام ميلادي لم يتبقى منه إلا عدة أيام، بعدها سينجلي. وأقول بهذه المناسبة يعني نحن قدمنا ما نستطيع تقديمه، وحاولنا أيضا إبراز قضايا منطقة القرن الأفريقي في وكالة أنباء القرن الأفريقي سابقا، والآن في قناة القرن الأفريقي منذ 5 أعوام، ونشرنا ما يقارب 900 برنامج أو حلقة في خلال السنوات الأربعة، كلها تتحدث عن أوضاع منطقة القرن الأفريقي دون أن يعني نعزل أحد. الآن طبعا أنا أتعامل مع الأخبار التي تأتي من إثيوبيا، أنشرها من الصومال، من جيبوتي، من كل الدول. أنا لا أعادي أحد، لأنه أنا أرى مصلحتنا يعني أن نعمل مع بعض، وأن يكون سلام ووفاق بين هذه الدول، لأن هذا من يريد أن يفرق وفرق يعني ضرب وحدة الشعب الإريتري، الآن يريد أن يفرق شعوب منطقة القرن الأفريقي وتحويلها إلى كنتونات إقليمية قبلية أسمية، وهذا ما لم يتحقق. إذا في العام القادم إن شاء الله يعني سنحاول أن نجدد برامجنا، وأن نسير في نفس الخط، أيضا خط البحث عن السلام والوحدة والوئام. وأنا بهذه المناسبة أهنئ شعوب منطقة القرن الأفريقي دون استثناء بمناسبة عيد رأس السنة القادم، ويجمعنا إن شاء الله قضايا السلام والمحبة والوحدة. وبالمناسبة أنا كررت أكثر من مرة وأغضب بعض الإريتريين أيضا أن نظام السياسة أفورقي لا يمثل الشعب الإريتري. لهذا أنهي حلقة هذا الأسبوع، وحتى نلقاكم في العام الجديد عام 2026 إن شاء الله إذا أهد الله في العمر. استودعكم الله أنا وزملائي فريق البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. استمعتم إلى برنامج المثلث القاري الأفريقي الأوروبي والعالم العربي من الخدمة الإذاعية العربية لوكالة أنباء القرن الأفريقي.